لنا رأيك في يا خراشي وكمان راس حربة. هو انا ناقصه؟ ايه رأيك في برجر الوحش؟ هو الوحش ما بيريحش طبعا طلع. واخيرا الوحش برجر فتح الفرع الثاني في سموحه شارع النقل والهندسه، بس المره دي في قعده والمكان واسع جدا يسيع من الحبايب الف، غير فرع محطه الرمل اللي بيشتغل تكاوي. اخدت صحابي ورحت اجربه، بس المره دي مش هقول لكم رايي انا المره دي هخلي صحابي هم اللي يقولوا لكم رايهم. هو حلو كبير، كان المشروم بيوقع من بره والسلطه ايه رأيك في السندوتش؟ ايه؟ انت فتحناه قوي ولا الحشو كان حلو قوي، خادمين الساندوتش 9.5 من 10. الحمد لله. انا مش قادر اتكلم من حلاوته الصراحه. دخل ما طلعش. انا عرفت ليه بتعملوا كده. انا كنت جايب بيكنج مشروم كينج. بيكنج كان بيشد شويه، طعم البصل ما عجبنيش في الساندوتش. البطاطس حلوه جدا، البهارات بتاعتها عاليه قوي، كان معاه سمبوسه كده برده حلوه قوي مع بيك كولا. لو 5 اديله 4 من 5. هي اول تجربه ليا الصراحه، ويعني حاجه ممتازه جدا. برجر كويس سواء بيف او تشيكن، لا كويس، بدايه قويه. هو حجمه كبير حلو يشبع، البطاطس كانت كويسه، التوابل بتاعتها مظبوطه جدا. كقيمه مقابل سعر هو لذيذ. قطعه البرجر يعني ما حسيتش بطعم التشيز. البيكن ما كانش طري، كان بيشد. والعيش البريوش كانوا جمال. لا يجي هنا هيشبع. 7.5 جامد يعني. السندوتش اخد حقه، قيمه مقابل سعر، حاجه روعه. دخل نفش جوه 10 من 10. معقولة؟ او لو في اكتر من كده ينفع اديله عادي. جامد ها؟ جامد. لا حاجه جامده جدا، رايق قوي. هتكرر التجربة تاني؟ لو في فلوس هاجي.